استمرارا لتغطية المشاركات العربية في مونديال قطر 2022 وبعد المنتخب المغربي أسود الأطلس، جه الدور على صقور الخضر المنتخب السعودي المشارك في مونديال قطر 22. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من تحت ونقول يلا بينا. طبعا مين منا ما يعرفش تاريخ المنتخب السعودي او المشاركات الموندياليه والمشاركات الاسيويه، واكبر منتخب عربي واكبر منتخب في قاره اسيا كلها هو المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اللي بينافس المنتخب المغربي في عدد المشاركات الموندياليه ب6 مشاركات لكل منهم في صداره المشاركات العربيه للمونديال. تاسس الاتحاد السعودي سنه 1956 لاتحاد كرة القدم، وبعد كده في سنة 1956 وفي نفس السنة خد عضوية الاتحاد الدولي الفيفا ليكون رسميا المسمى الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقت تاني خد العضوية الاتحاد العربي وعضوية الاتحاد الاسيوي. وفي سنة 1957 شارك المنتخب السعودي في اول مباراة دولية مشاركة رسمية قدام المنتخب السوري في دورة الألعاب العربية، وفاز على المنتخب السوري 3-1. وفي كأس الخليج انسحب المنتخب السعودي وما شاركش في بطولة واحدة سنة 1990، فكانت في الكويت، وطبعا بسبب الحروب وكانت بسبب المشاكل اللي كانت في الكويت. وفي المشاركات الآسيوية قدر المنتخب السعودي يتوج باللقب 3 مرات في تاريخه، كان أولها في أول مشاركة ليه في سنغافورة سنة 1984، وبعد كده ضاف لقبين سنة 1988 و 1996، واحرز لقب الوصيف برضه مرات كتيره. ولكن اصل المشاركات دايما كان حاضر المنتخب السعودي بكل قوه في الكؤوس الاسيويه. وركزنا على ابرز اللاعبين المميزين في تاريخ الكره السعوديه والتاريخيين، فعدت كتير جدا وحكي كتير جدا. ابرزهم الهداف التاريخي ماجد عبد الله ب 72 هدف في تاريخ الكره السعوديه، ويجي بعده سامي الجابر ب 47 هدف، واخيرا ياسر القحطاني ب 42 هدف. وفي لعيبه كتير زي العويران، زي محمد الدعية عميد لاعبي العالم، واسماء كتير جدا في الكره السعوديه ما نقدرش ننسى حد فيهم ساهموا بشكل كبير جدا في علو الكوره السعوديه. وممكن نضيف بقى كمان للاسماء دي نواف الطميات، محمد الشلهوب، تيسير الجاسم، ولاعيبه كتير جدا. ولو رحنا بقى للمشاركات الموندياليه السعوديه، فالسعوديه شاركت ب6 مشاركات، الاخيره الخاصه بقطر دي هتبقى السادسه، و5 مشاركات قبل كده. المشاركه الاولى كانت سنه 1994، وقدر المنتخب السعودي ان هو يتاهل من دور المجموعات بمستوى رائع جدا في المباريات اللي قدمها في انجاز 1994 بالولايات المتحده. ولكن كاس العالم اللي بعده سنه 1998 ما كانش افضل حال للمنتخب السعودي، وخرج من دور المجموعات بخساره قدام فرنسا والدنمارك وتعادل مع جنوب افريقيا. وكاس العالم 2002 في كوريا واليابان المنتخب السعودي برضه اخفاق كبير جدا، وخسر المباريات الثلاثه في دور المجموعات قدام الكاميرون وايرلندا والمانيا ليخرج 0 من النقاط ويودع البطوله. وفي 2006 قدر يحرز نقطه واحده بعد التعادل مع المنتخب التونسي، وخساره من اوكرانيا وخساره من اسبانيا. وفي كاس العالم روسيا 2018 قدر ان هو يخطف 3 نقط من المنتخب المصري بعد الفوز عليه 2-1، ولكن خسر من اوروجواي وروسيا ليخرج مع المنتخب المصري بالبطوله ويكمل روسيا واوروجواي. واخيرا مشاركه المنتخب السعودي في قطر 2022 اللي مستنيينها بكل قوه، ونتمنى الفوز ونتمنى المستوى العالي للمنتخب السعودي اللي في المجموعه الارجنتين وبولندا والمكسيك. طبعا المواجهه الاولى هتبقى مع الارجنتين، وبعد كده بولندا، وبعد كده المكسيك. مواجهه قويه جدا. اول مواجهه المنتخب الارجنتيني برفاق ميسي. نتمنى نشوف مستوى عالي للمنتخب السعودي، فيها اختلافات جدا، بيقابل مدارس مختلفه، المدرسه الاوروبيه وبيقابل المدرسه الامريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه، مدارس مختلفة في المجموعة مع الآسيوية. هنشوف مستويات طيبة إن شاء الله مع المنتخب السعودي اللي بيشارك الرقم الأقوى عربيا، المشاركة السادسة في تاريخه. نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي والمنتخبات العربية، واستنوا المنتخب القطري والمنتخب التونسي في تغطية عن تاريخ المنتخبين.